عمرك قابلت شخص من أول دقيقة حسسك إنك أهم إنسان في الوجود؟ كلامه جميل ورايق، اهتمامه ملوش حدود، بيشاركك كل حاجة في حياته وبيعرف يقول الجملة اللي تخليك تبتسم حتى لو كنت زعلان، يحسسك كأنك بطل قصة في فيلم جميل، أو حتى صديق العمر اللي لقيته بالصدفة. لكن فجأة كل حاجة بتتغير، الاهتمام يقل، النقد يزيد، الكلام الجميل يبقى نكد، الكلمة الطيبة والمودة والرحمة ما تبقاش موجودة أو حتى تقل بشكل ملحوظ، وتلاقي نفسك عايش على ذكريات الأيام الجميلة وبتتمنى ولو يوم واحد منها. والأصعب إنك تكتشف إنه دايما البطل في كل حكاية وإنت مجرد دور مساعد. النهاردة هنتكلم ببساطة عن الشخصية النرجسية، مش هدفنا نهاجمها أو ننتقدها، لكن علشان نفهمها ونعرف إزاي نحمي نفسنا لما نتعامل معها. اوعى تفتكر إن النرجسية يعني واحد واقف قدام المراية طول اليوم وبيقول لنفسه إن أنا أحلى واحد في الكون. الموضوع أعمق من كده بكتير. النرجسية هي إن الشخص يشوف نفسه بطل الحكاية والباقي مجرد كمالة عدد. هو السيناريست وهو المخرج والكاتب، وكل اللحظات المهمة بتدور حواليه. ولو لفت الكاميرا عليك بالخطأ أو حاولت تخطف منه الأضواء هيقول ستوب ويعيد المشهد من الأول علشان ما تكونش في الصورة معاه. وللأمانة مش كل النرجسيين قاصدين يأذوا اللي حواليهم، كتير منهم معظم تصرفاته رد فعل لطفولة مليانة نقد شديد أو ضغط إنهم يكونوا مثاليين، فكبر وهو لابس قناع الكمال علشان يخفي إحساسه اللي جواه بالضعف، وبيحاول يداري إحساس قديم بالخوف وعدم الأمان خلاه يلبس درع اسمه أنا وبس. يعني باختصار النرجسية مش مجرد حب للنفس أو التقليل من مجهود اللي حواليه، ده أسلوب دفاعي بيستخدمه الشخص علشان يحافظ على صورته المثالية قدام نفسه وقدام الناس، حتى لو كان ده معناه إن أي حوار لازم يبدأ بيه وينتهي بيه. والنرجسية ليها أوجه كتير ومش كل نرجسي بيبان بنفس الطريقة، علشان كده خلينا نتعرف على أشهر أنواعهم. النرجسي الساحر، أول ما تقابله تلاقيه يا سلام على الذوق والرقة، بيعرف يختار كلامه، يهتم بيك ويخليك تحس إنك أغلى حاجة عنده، لحد ما تكتشف إن كل ده مقدمة الفيلم اسمه أنا المميز وانت ضيف شرف. اتنين، النرجسي المتفاخر، يفتح أي موضوع ويحوله لعرض تقديمي عن إنجازاته. تحكي له عن يومك واللي بيحصل معاك مثلا في شغلك، يرد يقولك أنا كنت مدير في أكبر شركة في العالم وكنت بعمل كذا وكذا وكذا، على الرغم إن أنت اللي بتتكلم وأنت اللي محتاجه يسمعك. تلاتة، النرجسي الحساس، في الأول مش بيبان قوي، شكله هادي متواضع، لكن جواه حساس لأي نقد حتى لو بسيط. لو قلت له ملاحظة صغيرة ممكن يقلب الدنيا ويشوف إنك مش مقدره. أربعة، النرجسي المنقذ، يدخل حياتك وكأنه بطل اللي هيحاول يحللك كل مشاكلك، بس مع الوقت هتكتشف إنه بيحب يساعدك علشان تحس إنك محتاج له طول الوقت، وده بيخليه دايما حاسس بالقوة. خمسة، النرجسي الخفي، أصعب واحد ممكن تعرفه، مش بيعمل دوشة ولا بيقف في النص، لكن بيستخدم التعاطف أو الصمت علشان يفضل مسيطر. تحسه هادي ومسكين، لكن هو دايما بيرتب اللعبة من خلف الكواليس. طيب إزاي نعرف إننا في علاقة مع نرجسي؟ أول علامة إنك بتحكي موقف فجأة يخطف منك القصة، تقوله مثلا أنا بدأت شغل جديد، يقولك كويس، أنا لما كنت مدير كنت بمسك مشاريع أكبر من كده بعشرات المرات، وطبعا يفضل يكمل لحد ما يسحب منك الكاميرا. العلامة التانية، المدح بالنسبة له زي بنزين العربية، تمدحه يشتغل 100%، تنسى تمدحه يطفي ويركن منك على جنب ومش هيسيبك في حالك. العلامة التالتة، كلمة أنا غلط مش موجودة في قاموسه، حتى لو الغلط واضح هيقلب الترابيزة لحد ما تقول أنا آسف. العلامة الرابعة، مزاجه متقلب بطريقة مستفزة، يوم يفتح لك قلبه واليوم اللي بعده بارد وكأنه ما يعرفكش، وده مش بس تغيير مزاج، دي طريقة بيختبرك بيها ويشوف هتتمسك بيه قد ايه لو قرر يبعد. العلامة الخامسة، تدخل النقاش وانت الضحية وتخرج حاسس انك انت الغلطان، ده اسلوب اسمه اسلوب التلاعب بالعقول، بيخليك تشك في نفسك علشان يفضل هو المسيطر على زمام الأمور، والتقليل منك
ومن أي نجاح أنت بتعمله. العلامة السادسة اختبار الحدود، بيبدأ بطلبات صغيرة ولو سكت عليها تكبر واحدة واحدة، هدفه يشوفك هتقف فين. وحاجات تانية كتير زي قلب الأدوار والتلييس ودورة التلميع والتقليل والانسحاب والمبالغة في الاهتمام والعقاب الصامت ومراوغة الأسئلة وقواعد مزدوجة وحاجات تاني كتير قوي. ازاي نواجه النرجسي ونطلع بأقل الأضرار ومن غير ما تدخل معاه في صراع؟ الخطوة الأولى من أول تعامل حدد بوضوح اللي مقبول واللي مش مقبول. الخطوة التانية قصر الحوار في الجدال قدر المستطاع، رد بجملة قصيرة وغير الموضوع. الخطوة التالتة ما تبنيش أمالك على التغيير السريع، تغيير هيحصل لو هو قرر مش لأنك حاولت تغيره. الخطوة الرابعة اهتم بوقتك مع نفسك واشحن طاقتك وسط ناس بتحبك أو هواية تفرحك. الخطوة الخامسة لو العلاقة بتأذيك انسحب بهدوء، الانسحاب أحيانا بيكون أعظم انتصار، بس خلي القرار ده للآخر. وأخيرا جمل هتساعدنا في التعامل معك زي مثلا مش هرد على أي إهانة إلا لما نحترم بعض ونكمل بشكل يليق بينا، أو مثلا اتفقنا على إكس ما ينفعش تغير من غير ما نقعد ونتناقش، أو مثلا ده تفسيرك أنت إنما أنا شايف غير كده، أو مثلا مش هينفع أجاوب دلوقتي نأجل النقاش لبكرة أو لوقت نكون فيه أفضل. الخلاصة هو مش وحش لكنه بيلعب لعبة سيطرة وصورة مثالية. وخليك فاكر ان سر المكسب بالنسبة لك حدود واضحة، تواصل هادي، توثيق ذكي، وما تديش وقود مجاني. ولو تخطى الخط الاحمر سلامتك اهم من اي علاقة. ولحد هنا تكون خلصت حلقة النهاردة. لو عجبتك الحلقة لايك وسبسكرايب وشير علشان الحلقة توصل لغيرك، واشوفكم في حلقات كتير جاية ان شاء الله، وسلام.